مساء الخير لكل اللي عم يتابعونا عبر التردد 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، وضيفتي بالاستديو الدكتورة نرجس عيسى حصاف، اختصاصية بأمراض الأنف والأذن والحنجرة. اسمحوا لي رحب بضيفتنا لحتى نبدأ لقائنا ونقول لها لضيفتنا مساء الخير دكتورة، وأهلا وسهلا فيكي. مساء النور على عيني. مستمعينا إذا حابون يعني تنضموا لنا أي سؤال يخطر على بالكم بما يخص مجال الأنف والأذن والحنجرة أو ما يخص موضوعنا لليوم اللي اخترناه، فيكن عبر كومنت عبر بث المباشر على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. أي كومنت أكيد رح نجاوب على أسئلتكم. موضوعنا لليوم اللي اخترناه هو الحالات الأشعة اللي عم تزور العيادات الأذنية مع عدل تجميد طبعا بين قوسين، يعني اللي هي التهاب الأذن الخارجية اللي يعني نتيجة التغييرات الظروف المناخية والجو وفصل الشتاء يعني. فاليوم اخترنا موضوع التهاب الأذن الخارجية. ترى شو هو أو شو هي؟ كتعريف الحالة هي نفسها، شو الأسباب، كيف تجي الأعراض أو شكل الوجع سواء كانوا الكبار أو الصغار. رح نبدأ بداية مع دكتورتنا كتعريف لموضوعنا دكتور ومدخل لموضوعنا لليوم. التهاب الأذن الخارجية أول شيء هي الأذن. أول شيء نبدأ بالصوان. بعدين في عنا مثل قناة تصل بين الصوان والغشاء الطبل نهايته مع الأذن الوسطى، فالوصل بين الصوان والأذن الوسطى هذا نسميه الأذن الخارجية أو مجرى السمع الخارجي. فهون في التهابات للمجرى السمع الخارجي، وفي التهابات أنواع، فممكن تكون جرثومية وممكن تكون فطرية. نعم تماما. هل الشكلين بيصيبون يعني؟ غالبا. ودكتورة هلا عرض اللي دائما المريض بيزوركم بالعيادة واللي بيجوا بسبب هالعرض هذا، كيف بيكون شكل الالتهاب سواء بالعيان عندكم بالمنظار اللي انتم بتشوفوا او وشكل الألم كيف بيكون يعني؟ هلا بالتهاب الأذن الخارجية الجرثومي غالبا يكون السبب هو إنتان خارجي، مثلا ممكن الحك بأداة منظفة حادة بالمفتاح مثلا. تماما، ثقافات يعني متعددة. المفتاح بالحباسة بالضفر إذا كان طويل مثلا ممكن أحيانا بيستخدموا أقلام يعني. أي ممكن أي شيء شيء بإيده مثلا، أي أداة غير. فإذا منظفة صار تخريج فممكن يصير انتقال الجراثيم لأنواع معينة من الجراثيم، سلالات معينة. سبب هو عمليا هو التهاب جلد. تماما. التهاب جلد المجرى السمع يعني. تماما. بس كون الجو مغلق يعني جو مغلق نوعا ما، والتعصيب الأذن الخارجية كتير، يعني هو بيجي من 3 أعصاب، عصب الخامس والسابع والتاسع. فهون يكون الألم شديد جدا. تماما. بالتهاب الأذن الخارجية الجرثومي الألم شديد جدا. نعم. لأنه مثل ما قلنا في تعصيب زيادة. صح. بيصير مثلا هذا بالنسبة للمريض انه بيراجعنا بألم شديد بالأذن. بالنسبة لنا العيانيا هو وزمة شديدة في مجرى السمع، احتقان احمرار طبعا لما يكون في وزمة ففي نقص سمع كمان عند المريض. تماما. بيوصل احيانا مرضى بيوصلوا للعيادة بيكون عندهم مجرى السمع تقريبا مسدود، يعني تماما مسدود تقريبا يعني نتيجة الوزمة. فهون نضطر انه مثلا نحن بقى نقوم باجراءات معينه لحتى نخلي الدواء يفوت لجوا يعني. تماما، انه السبيل مسكر يعني. تماما. دكتور المرضى اللي عم يجوكم اكيد هن بيجوا يوصفوا الوجع يعني انه مثل سيخ او كذا او ألم حاد بيجي يعني. طب عامل الخطورة اللي ممكن شو يؤدي يعني؟ هل هذا هاي الحالة هاي إذا انهملت ما تابعوها المرضى؟ هلا بتصور إهمالها صعب بالنسبة للمريض كونها كتير مؤلمة يعني. مؤلم لدرجة إنه مثلا المريض يوصل إنه أنا ما نمت الليل يعني. تماما. فهون مضطر إنه طبعا يكون مر بمراحل انه اهمل شوي، استعمل له قطرة قطرتين. أيوة. استعمل له زيت زيتون، استعمل له شغلة هيك. فهي غالبا كلها تكون ضرته بالنتيجة يعني. بجوز احيانا في شغلات كثيرة، في ناس تحط توم، تحط اي شيء ممكن. نعم. فتكون هاي ضرته اكثر من ما نفعته.
فيوصل بمرحلة انه ما عاد يتحمل. مهم. هون بقى نحن نبلش انه معالجة جهازية مع معالجة موضعية نعم. مع تسكين الألم يعني. نعم أكيد. هلا في ناس هن يعني عليهم خطورة أكثر من غيرهم، مهم. مثلا السكريين، أيوة. دول المسنين كتير ممكن هدول يكون عليهم خطر أكثر. ممكن نوصل لمرحلة نسميها التهاب مجرى السمع خبيث. مجرى السمع الخبيث يعني يصير تآكل بمجرى السمع نعم. لدرجة مثلا ممكن يوصل للعظم يعني حالات للعظم نادرة الحقن. هاي. طبعا هاي في أشخاص معينين ناقصي المناعة، حالات مثلا مترقية. سكريين، نعم. أشخاص هيك يعني إنه عندهم عتبة الألم كمان تكون قليلة صح. شوي. فهدول ممكن تترقى معهم لهالمرحلة، بس كتير قليل هالحالة يعني. لو نحكي عن الأسباب دكتور، هلا ضمن شرحك أو تعريفك للحالة يعني استنتجنا في بعض الأسباب كانت يعني، لكن الأسباب خلينا نحكي أسباب المناخ، تغييرات الجو، أسباب المعروفة والغير معروفة، لو يا ريت لو تشرحي لنا إياهم. هلا مثل ما قلنا بالنسبة للجرثومي أو حتى الفطري يكون مثلا مهم. عدوى خارجية، هو من أداة حادة، من شيء مو نظيف، من سماعات الإذن إذا كانت مو نظيفة، مثلا إذا واحد هاي حطها، النقطة يا ريت أو إذا ناخذ. كانت لحدا تاني مهم. ومصاب، فممكن تنقله إن كان سلالة فطرية أو سلالة جرثومية. مهم. فممكن هدول ينقلوا. بعدين تحت استعمال السماعات لمدة طويلة كمان يسبب يعني يصير الجو مغلق، تماما. فيسبب بساعات له أكثر. جو مغلق دافئ ورطب. مهم. فهذا مهيئ أكثر لالتهابات الجرثومية وبعدين للفطرية. طبعا دائما الإصابات الفطرية تجي انتهازية يعني. مهم. الفطور تلي الجراثيم غالبا يعني. يكون مثلا بعد الإصابة الجرثومية، خاصة مع استعمال الصادات، تماما. فهذا يأهب لإصابة فطرية بقى ما أو تكون من الأول هي إصابة فطرية. نعم. مثلا بعدوى كمان قلنا من عدوى من أي شيء ممكن إنه حتى في أحيانا مثلا في فطور تكون متعايشة معنا، بس إنه صار جو مؤهب إلها. نعم. صار لها مثلا جو مؤهب كرطوبة زيادة أو جو مغلق مثل ما قلنا سماعات، أو صار التهاب الإذن، استعمال زائد للصدات، فهذا يكون مؤهب لإصابة فطرية. دكتورة، بعض الناس عم يشكوا من الحكة ماله من الألم، هذا دليل لشو؟ هلا الحكة بتجي أكتر مع الإصابة الفطرية أكتر. مع الإصابة الفطرية بتجي كعلم أولى هي الحكة يعني. إن ما كان موضوع تحسسي، أحيانا في أشخاص تحسسيين عندهم إكزيما، عندهم مشاكل تانية، ممكن يصير حكة بدون أي سبب. بس العلامة المميزة هي للفطور للإصابات الفطرية الحديثة هي الحكة. تمام. رح أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا عبر التردد 103.5، أنتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفتنا بالاستديو الدكتورة نرجس حصاف، اختصاصية بأمراض الأنف والأذن والحنجرة. عم نحكي اليوم عن التهاب الأذن الخارجية بنوعيها سواء كان جرثومي أو الفطري. فهي الأشجع حالات اللي عم تزور العيادات الإذنية عم نحكي عنها. يا ترى شو هي هالالتهابات، شو الأسباب، كيف بيجي العرض. هلا وصلنا للموضوع للتشخيص دكتورة. اجراءاتكم التشخيصيه انتم بالعياده اكيد يعني باعتبار عنكم منظار وامور يعني معدات غير الاطباء الداخليه او الامور الاختصاصات الاخرى، اكيد المريض عندكم يتشخص بظن دكتوره، او بيتطلب شيء تاني مثلا صوره شعاعيه، تحاليل معين. كيف بتبدوا بالامر او بتبدوا بالتشخيص؟ هلا بالتهاب الأذن الخارجية إن كان فطري أو إن كان جرثومي مبين بالشكل. أحيانا مثلا يجينا مثلا حالات معندة لعلاج جرثومي غالبا، فممكن ناخذ له مسحة ونبعثها على نعمل اختبار زرع وتحسس مثلا شخص معند على العلاج. فنعمل مسحة وزرع وتحسس مشان نعطيه العلاج المناسب يعني المناسب للسلالة الجرثومية المصاب فيها. بس بشكل عام يعني 99% بيتشخص بالمعين يعني. تماما أكيد يعني. والحالات المترقية ممكن مثلا يستدعي الأمر لإجراء تاني، صورة شعاعية بسيطة أو مرنان أو طبقي، يعني ممكن تترقى الحالات وتضطروا إنه تعملوا هالإجراء هذا، أو بتشكوا بشيء تاني داخل
يعني الأذن الخارجية مثلا الأذن الوسطى أو حيز الثاني؟ هلا ممكن إذا قلنا موضوع إذا ترقى لدرجة إنه في تماوت وتآكل بالجلد وفي هيك تخريب وهيك، فممكن رأسا نفكر بالإصابات السكرية أو نقص المناعة. فهون يتطلب الموضوع إنه نعمل تحاليل إضافية أو نستشير طبيب غدية مشان يضبط له السكر، خصوصا إذا كان المريض مسن يعني وعنده قصة مرضية يعني ممكن أو سكري أو مسن أو يعني نقص مناعة بأي طريقة معينة. مثلا أشخاص اللي زارعين أعضاء مثلا يمنعوا، في أشخاص عندهم مشاكل أمراض رثوية مثلا عندهم فياخدوا مضادات مناعة بسبب أو بآخر. فهدول معرضين للإصابة بهاي الأمور أكثر من غير. لهم تعامل خاص يعني قصة سريرية ومعاينة خاصة. طب إذا وصلنا لموضوع العلاج دكتورة، شو هو العلاج؟ هلا بالنسبة لالتهاب الجرثومي، هو المعالجة تجي جهازية، يعني مصادات جهازية زائد معالجة موضعية، انه بنعطيهم مثل ما قلنا قطرات او مراهم حسب حالة المريض. بس هون قلنا لما تكون وزمة كتير مهم جدا اني احط دكات بشكل قطنية، يعني دكات فتايل قطنية، ونغمسها بالدواء وندخلها لجوا لحتى تسحب الدواء لجوا، لأنه لما تكون الوزمة شديدة فأكيد الدواء ما راح يوصل لجوا، طالما ما راح يوصل لجوا ما راح يستفيد المريض. والمعالجة الموضعي هي أهم حتى من الجهازية بهالحالات يعني. وزائد التسكين كتير مهم. الحالة الثانية الفطري هو أهم شيء التنظيف بالفطري، لأنه مثلا يكون في مثل مستعمرات، يصير مثل مستعمرات فطرية، فهي بدها تنظيف لحتى أنه الدواء يوصل للبشرة، لأنه الأبواغ الفطرية هي تكون تحت البشرة. ومشان هيك المعالجة الفطرية تكون أطول بكتير من المعالجة الجرثومية. المعالجة الجرثومية مثلا غالبا وسطيا يعني خلال أسبوع يمشي الحال، بس المعالجة الفطرية تاخد وقت أكتر، يعني حتى أنه بدك أنه تقضي على الأبواغ، فحتى يستمر العلاج بعد الانتهاء علامات الإصابة بأسبوع، أنه تتجدد البشرة بشكل كامل ومشان يقضي على الأبواغ بشكل كامل مع تنظيف متكرر. إذا العلاج هو بحاجة لمراجعة تانية وإعادة تقييم كمان للمتابعة، يعني المعالجة الفطرية بده متابعة كتير. بس هذا بس موضعي جهازي ما بده شيء. وغالبا الإصابة الفطرية قليل بالمراحل الشديدة جدا بيكون في ألم، هي المراحل الأولى بيكون في حكة، في حس رطوبة، بعدين يصير انسداد، طول هالوقت ما عم يتألم المريض لحتى درجة يمكن مرة شفت عندي بالعيادة سدادة كاملة بس مو متألمة، يعني ما في ألم. فهون بالمراحل النهائية ممكن يصير ألم، بس بالإصابة الجرثومية بتكون الألم شديد. في هون عنا شغلة مهمة، إنه بالإصابة الفطرية استعمال الصادات يفاقم الحالة. يعني أحد الأخطاء كمان يعني. فممكن مثلا مريض مجرد يحس في رطوبة بإذنه يروح بدي قطرة مثلا لإذني، أي قطرة صادات، فهي تفاقم الحالة عنده. بالعكس يعني تزيد المشكلة عنده. على العكس الجرثومية قد يعني المشكلة عندنا هسه قافية هي، يعني أكيد بآخر الحلقة رح نحكي عن موضوع التوصيات، والتوصيات اللي هن من ضمنهم إنه الأدوية العشوائية اللي بياخدها المريض، الأخطاء الشائعة اللي عم نرتكبها نحن يعني بشكل عام يعني. دكتورة نحن رح أذكر مستمعينا ونرجع لسؤالنا الثاني اللي عم يسمعونا عبر التردد 103.5 برنامج صحتك بالدنيا. دكتورتنا نرجس حصاف، اختصاصية بأمراض الأنف والأذن والحنجرة، هي ضيفتنا بالاستوديو. أي سؤال بيخطر على بالكم المشاهدين للي عم يشاهدونا، يسعد مساكم طبعا فردا للي عم يشاهدونا عبر البث المباشر، سلاماتنا لكم. أي سؤال بيخطر على بالكم فيكم تكتبوا عبر كومنت، رح نجاوب على أسئلتكم. موضوعنا لليوم اللي اخترناه اللي هو التهاب الأذن الخارجية عفوا، أو سواء كان الجرثومي أو الفطري. حكيت لنا الدكتور عن الشكل، تعريف الأعراض، الأسباب والعوامل المسببة، حتى عوامل الخطورة حكينا عنها، التشخيص كيف بيكون، التشخيص التفريقي بينهم، يعني العلاج كيف بيكون طبعا.
هلا نحن وصلنا على موضوع التوصيات. نحن دائما نختم موضوعنا او موضوع حلقتنا بتوصيات من طبيب وعبر منبر بوير. يعني انا هيك حابب دكتورة ناخذ حيز كتير من التوصيات، يعني الشيء اللي ما بيخطر على بالنا نحكي للمستمعين، لانه لب الحلقة هو بالتوصيات. هو سواء كان سمان موضوع السماعات حقيقة هو شائع جدا، موضوع ادخال الادوات الاجنبيه، يعني اجسام اجنبيه مم. بالاذن، سواء كانت اقلام او حباسات او حتى امور اخرى. ما بعرف اذا في ناس عم بيستخدمون مفاتيح. موضوع السماعات يعني لساعات طويله، هاي الكثير من الناس عم يعني يستخدموها ويرتكبوا الخطأ هذا. يعني لو تحكوا لنا بموضوع يعني فقرة التوصيات، خليها تكون يعني واسعة. هلا اول شيء انه الاذن الطبيعيه هي عم تنظف حالها بحالها، ها ما في هذا داعي ابدا انك للعبث. تتدخل وتنظفه. ها الا حالات معينه، مثلا واحد متقدم العمر عنده مثلا شعر كتير ما عم يقدر، يعني يكون في نعم. صعوبه بتنظيف الاذن، او مثلا في ناس عندها صملاخ هو غزير، يعني مثل تماما. شخص تعرقه زياده صملاخه زياده، طبيعي. فممكن في اشخاص يعني بس نسبه بسيطه. ها بس نحن تدخلنا هذا اللي بيسبب اللي السم. بيسبب لنا المشاكل يعني. مهم. يعني وحتى نكاشة الأذان اللي عم دخلها للأذن، أنت عم تعكس فيزيولوجية الأذن للتنظيف. كيف دكتورة لو تشرحي لنا أنا، هل لأنه أنا من النوع اللي عم حقيقة بدي يعني بدي توصيني إلي بداية يعني. هلا أها. الأذن دائما عندها فيزيولوجية تنظيف، يعني مهم. كل شيء من جوا في مثل أهداب مهم. دائما عم تطرد يحاول بتطرد الصملاخ والصملاخ بحد ذاته هو وسيلة دفاعية داخل الأذن أها. الخارجية. حلو. هي وسيلة دفاع كمضاد، حتى ممكن نوعا ما بكتيري، مهم. ويعني يقاتل للحشرات. حشرات نسمع عنها. فالصملاخ كمان شيء كويس انه يكون فيه شوي. جزء مهم. والشغله الثانيه للأذن الطبيعيه هي دائما عم تنظف حالها من الداخل للخارج. حلو كتير. دائما في شيء مثل شيء المكنسه رباني هذا يعني. مثل المكنسه عم تطلع من جوا تطلع لبرا، دائما في جد. دفش لبرا لبرا لبرا. حلو. نحن لما نجي نفوت النكاشه عم نعاكس هالمحاوله يعني. فاذا في هنو عم يطلعوا، نحن عم نعاكسهم عم نرجعهم. تماما. لما بترجع هالاوساخ احيانا بيصير في تراكم، بيصير اكثر من قوته انه ينظفها، تماما. اكثر من قدره التنظيف. فهم بيتراكم، بيصير حاجز بيتراكم، كل شيء بده يطلع بيوقف عليه، كل شيء بده يطلع بيوقف عليه، بيصير سدادات كامله. مهم. هاي من جهه انه كاسملاخ. الجهه الثانيه انه اي شيء ممكن يرد لك الجلد داخل المجرى السمع رقيق جدا رقيق يعني. جدا للأسف. فممكن باي شكل ببساطه ينرد يعني. مم. الرد هو جرح جلد، هو جلد طبيعي جلد وفيه طبيعي. شعرات وفيه نعم. فيه غدد وفيه فينرد. الرد يعني انتان، مهم. التهاب، مهم. أذية جرثومية، للأسف. دخلت له صار التهاب جلد، صار التهاب مجرى سمع، تماما. توزع صار التهاب مجرى سمع. مثلا في مؤهبات ثانية مثل ما قلنا، استعمال أشعة للصادات ممكن يفاقم الإصابة بالفطور بقى. نعم. زائد إنه الفطور تحب الأجواء الدافئة والرطبة، تماما. فجو دافئ مع رطوبة، في رطوبة دائمة، في سد للأذن مثلا مهم. بالسماعات بأي شيء، ممكن هذا كمان يسبب له جو مؤهب أكثر للإصابات ليتكاثر الفطرية الفرصة. يعني. نعم. و... موضوع السماعات يعني أنت حبيت انا موضوع هاي عجبتني السماعات. كثير، لانه بيستعيروها كثير يعني في اللي بيشتغلوا بمؤسسات ودوائر بيعيروا بعضهم او بنفس البيت احيانا. يعني لو تحكي لنا عن هلا مدى خطورة السماعات السماعات. مثل أي شيء ما شخصي، يستهينوا بهالموضوع لا هذا المستمعين يعني. مثل أي شيء شخصي لازم يتنظف. مهم. تنظف السماعات مثلا بمسحة كحول، بمسحة ممكن بتتنظف يعني. مهم. إنه استعمالها مثلا عند شخص مصاب، مهم. عند انتقلت لواحد تاني، ممكن ينقل له مثلا سلالة جرثومية سببت له أذية، أو أصلا هو مؤهب لهالمشكلة، صح. أو مثلا سلالة فطرية وهو أصلا فرضا عم ياخد صدات بس عنده المناعة نازلة، فيصير تأهب لهذا الإصابة الفطرية أكثر من غيره. فيفضل دائما أنه تكون السماعات شخصية، أو إذا اضطريتوا حتى لو شخصية تنظيف دائم،
تماما. تنظيف دائم، إنه مسحة كحول ممكن. وإذا حدا استعملها مثلا اضطر حدا يستعيرها كمان، ممكن إنه كمان تنظيف قبل وبعد يكون أحسن. والاستعمال المديد كمان مشكلة كبيرة يعني. غير إنه موضوع المجرى السمع، الاستعمال المديد يعتبر كضجيج، كتلوث ضجيجي يعني. خاصة في ناس مثلا يحطوه ويعلوا الصوت كتير، فهذا وكأنه قاعد بحفلة مثلا. استعمال السماعات لمدة مثلا تتجاوز فرضا ساعتين 3 4 يوميا، فهذا الشخص مؤهب لإصابات نقص سمع حسي عصبي مستقبلا. أبدا يعني. ما الأخ هشيار بعد أسباب طنين الأذن وطريقة المعالجة. هلا الأسباب ممكن بس، ولكن طريقة المعالجة ممكن. السؤال مطروح للدكتورة. طنين الأذن. هلا طنين الأذن بصراحة موضوع كثير يعني كثير لا كثير يمكن عويص بالنسبة في اختصاص الأذنية. هلا الطنين ممكن ببساطة يكون سببه مجرد تجمع صملاخي بمجرى السمع. ممكن يكون له سبب بالأذن الوسطى، ممكن أحيانا يكون تصلب الأذن بسبب طنين، ممكن حتى أحيانا حالات التهاب الأذن الوسطى يسبب هيك نوعا ما طنين. ممكن هلا هدول كلهم ممكن علاجهم، بس أحيانا يكون سبب عصبي. مثل التعرض لصوت قوي، رد صوتي شديد، بسبب له طنين، من سبب يعني بيكون في أذية بالعصب السمعي. تمام. هلا دائما بشبه لهم اياها بانه موضوع انه لما انت طلعت على الشمس وغمضت عينك بتشوف في هيك اثر للشمس، خيال للضوء. نعم. كمان هذا العصب السمعي هيك لما يتعرض لصوت قوي فيكون صار اذية على العصب السمعي. هون ممكن بالحالات البدائية ممكن يتراجع خلال اول شهور، بس اذا صار مديد ودائم والله صعب يعني. صعب. لازم الواحد يكفي له يعني يتأقلم مع هالموضوع شوي. تماما. يعني نوعا ما ماله إذا سبب عصبي، بس تمام. إذا أسباب تانية في لحل. السؤال الأخير بما يخص التوصيات دكتورة. هلا لو نشرح لمستمعينا شو هي الطريقة المثلى والصحيحة لتنظيف الأذن لحتى ما يعبثوا بأذن نهائيا بشكل نهائي. هلا اولا دخول المي للاذن الطبيعيه شيء عادي اذا الاذن مو مثقوبه مو ملتهبه، ما في لا التهاب فطري لا التهاب جرثومي، اذن غشاء الطبل طبيعي، فدخول الماء لها شيء عادي يعني ما يسبب اي مشكله. فنحن نمنع من الرطوبه لما يكون في احد هالمشاكل يعني. صح. ان كان اذن وسطى او اذن خارجيه فنحمي انه يحموها من الرطوبه لفتره معينه لبين ما الوضع يرجع لوضعه يعني لوضعه الطبيعي. تاني انه الاذن هي بتنظف حالها لحالها، فممكن بمسحه بسيطه بالمحل اللي اصبعتك توصله بس بمحرمه بشغله نظيفه يعني. نعم. بس هيك تمسيح بس يعني ما نقاس طريه لازم تكون طريه يعني. بس انه تمسيح بشيء لانه الاصبع توصله يعني ممكن نوصل لنص سنتي يعني. نعم. بس غير هيك ما في داعي لانت تحاول تنظفه. قربنا نخلص الحلقة وهلا جديد بلشتنا الأسئلة. الأخ مراد إنه عم يحكي موضوع طنين، السبب هو تعرض لأصوات انفجارات كثيرة، فضل معه هالطنين هذا، ممكن هو السبب هذا هو يعني. أذية عصبية، أذية سمعية. الأخ دارة بركات، هل الوراثة له علاقة بالدوار الدهليزي؟ بظن لا. دوار الوضع ممكن يكون بس قليل جدا، انه ممكن يكون فيه فرضا اذا حدا عنده استعداد وراثي بنمط معين من الاهداب. نعم. المسؤولة عن التوازن. بس كتير قليل، نسبة قليلة جدا يعني. بس انه هي غالبا موضوع دوار الوضع هو نتيجة حركة معينة، او هو اسمه دوار وضع سليم. وضع سليم يعني ما يخوف لانه مرض بالاساس، هو ما مرض يعني. دوار وضع سليم. أنا شكرا لكم دكتورة على الحضور الجميل والمعلومات القيمة. الله يسلمك ويعطيك العافية. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا على حسن المتابعة، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.